تونس افريقيه، تونس اللي اعطت اسمها الافريقيا باش تكون الحاضنه لكل العائله الرياضيه والاولمبيه الافريقيه في تونس، بدعم من الدوله التونسيه، بدعم من اعلى الهرم، من سياده رئيس الجمهوريه الاستاذ قيس سعيد، من حكومه السيده نجله بودن. كما كنتوا تشوفوا يعني لجنه التنظيم عندها الدعم الكامل لتنظيم هذه الالعاب، للترحيب بالعائله الرياضيه والاولمبيه الافريقيه في تونس من 23 الى 30 جوان في تقريبا 13 اختصاص رياضي. في النسخة الأولى اللي كانت في صال كانت حاضرة تقريبا 42 دولة. احنا في تونس نأملوا باش يكونوا ل 54 دولة إفريقية متوجهين وحاضرين معنا. كما شفتوا بعض القناصل اللي حضروا معنا اليوم ممثلين للدول الإفريقية باش تكون في التنظيم وفي تنشيط هذه الألعاب. حاضرين كذلك ممثلين عن الجالية الإفريقية في تونس وخاصة الطلبة. ستكون ألعاب بالطابع تونسي افريقي بامتياز. تونس الحمامات، تونس الياسمين، تونس الترحاب، ولكن كذلك تونس الميداليات، تونس الرياضيين، تونس الجرينتا. نحبوا نلعبوا، اما نحبوا نربحوا، نحبوا نفوزوا، نحبوا نربحوا في التنظيم، نحبوا نوريوا اللي تونس تبقى دائما ارض يعني الاستقبال، ارض العطاء، ارض افريقيه بامتياز. باذن الله بالدعم نتاع الاخوات والاخوه الاعلاميين والتغطيه المتميزه اللي صارت اليوم واللي ان شاء الله تتواصل الى نهايه الالعاب بحفل افتتاح واختتام ان شاء الله باش يكون متميز. ان شاء الله الاختتام باش يكون مع يومي عيد الاضحى واللي هما ايام احتفاليه مع انطلاق يعني الموسم السياحي، وهنا دور الرياضه في الدفع العجله الاقتصاديه وخاصه السياحيه في فصل الصيف. هي تظاهره يعني رياضيه اقتصاديه سياحيه بامتياز. نتمنى لها كل التوفيق، نتمنى انها تنال اعجاب اخوتنا واشقائنا الافارقه في تونس. احنا كي نمشيو لهم يفرحوا بينا برشا، احنا واجبنا باش نفرحوا بهم، وانا نعتبر مش واجبنا باش نفرحوا بهم لانه طبيعتنا نفرحوا بهم ونفرحوا باللي يجي لتونس. الالعاب تدوم 8 ايام بمنتجع ياسمين الحمامات باش يجمع 13 اختصاص رياضي، 4 رياضات جماعيه اللي هي كره الطايره، كره السله، كره اليد، كره القدم. ثم عندنا تقريبا 9 اختصاصات يعني في الالعاب الفرديه كما كنتوا تشوفوا فيهم. عندنا زاد العاب نتاع ديمونستراسيون اللي هي التكبال اللي اول مره تتنظم في القاره الافريقيه، وكذلك المبارزه بالسيف. ثم عندنا تنظيم وتنسيق مع وزاره الثقافه لانه ثم مهرجان سينمائي معروف يتنظم في الحمامات ان شاء الله باش يكون في نفس الفتره باش نكونوا في المدينه كذلك. ثم اللي ما ذكرناش انه ثم يعني الجمعيه العموميه الجلسه العامه لجمعيه اللجان الوطنيه الاولمبيه الافريقيه اللي باش تنظم من يوم 29 في الحمامات وباش يكونوا حاضرين فيها 54 رئيس لجنه اولمبيه و54 كاتب عام للجان الوطنيه الاولمبيه الافريقيه. الكل عديد الشخصيات الاولمبيه والرياضيه العالميه باش تكون حاضره معنا في الالعاب، وان شاء الله الالعاب هذه يكون معناها الزينه نتاعها في الافتتاح خاصة يكون تحت بإذن الله يكون بحضور وإشراف سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، يعني الداعم الأول لهذه الألعاب الإفريقية والاحتضان تونس لكل شباب إفريقيا الرياضي والأولمبي. ما عندها حتى دخل الأحداث هذه لأن هذه الفكرة انطلقت عندها الفكرة انطلقت عندها عام ونص في الباساج الأولاني نتاع السيد كمال دقيش في حكومة هشام المشيشي باش تبداو تعرفوا. وجاء وحضرت انا وسي مصطفى بالراف هنا واستقبلنا السيد الوزير بالاماره في وزاره التكوين المالي والتشغيل وقت اللي كانت الرياضه مع التكوين المالي والتشغيل. ومشيت انا للمؤتمر نتاع جمعيه اللجان الاولمبيه الافريقيه في اثيوبيا وغادي يوقع الاسناد نتاع الالعاب يعني في 2020، ولكن تغيرت الحكومات وصارت المشاكل السياسيه ورجع سي كمال دقيش للحكومه من اول جديد وقعدنا معناها بعدك المشاكل السياسيه ما نجمنا نمضيو العقد نتاعنا الا في نوفمبر اللي فات. يعني العمليه ما عندها حتى علاقه بما حاول بعض الاطراف انا نقول اللي ما تحبش تونس انهم يأولوا بعض التصريحات نتاع السيد الرئيس اللي عمره ما قصد ان يسيء بها الافريقي.
انا نعرف الرجل شخصيا ونعرف العمق الافريقي نتاعو ونعرف محبته لافريقيا، وتعرفوا وتراو الناس الكل دفاع الرئيس قيس سعيد على كل المظلومين، على كل الفقراء والمنهوبه حقوقهم، وما ثماش ناس تنهبت حقوقها قد ما تنهبت حقوق الافارقه. اذا مش اليوم احنا باش نجيو نزيدوا على الرئيس قيس سعيد ومن وراه تونس الكل في حبنا لافريقيا ودعمنا لافريقيا. اذا العمليه ما عندها حتى علاقه، ولكن احنا لقينا الدعم من عند الرئيس قيس سعيد ومن عند حكومتنا ومن عند الدولة التونسية لتنظيم هذه الألعاب بيان افون ما سمي بها الحادثة هذه. إذا احنا ما عندنا حتى علاقة بهالموضوع هذايا، احنا قاعدين نعيشوا في بعدنا الافريقي بصورة طبيعية جدا. اللي يحب يأول هو حر. أزيد من 1000 رياضي باش يكون موجود، عندنا ما بين 400 و 500 مسؤول باش يكونوا موجودين، إضافة إلى بطبيعة الحال الإطارات الفنية، الإطارات الطبية يعني، والإطارات نتاع مراقبة مكافحة المنشطات والحكام والرسميين. يعني باش تكون يعني حفلة كبيرة، باش يكون يعني تظاهرة كبيرة. واحنا نقولوا في الأربع 5 شهور، على خاطر اللي كان ما عندناش هالجراند فولية ذي شوية ما نجموا ننجحوا في حد شيء. يلزم باش تنجح تكون عندنا شويه، انا نقول الهبله الايجابيه، والهبله الايجابيه الحقيقه ما لقيناهاش عندنا احنا بركه في اللجنه الاولمبيه، نلقاوها في الوزاره ونلقاوها في الاعلام نتاعنا، انا نراو فيكم معنا وقاعدين شيخين بها، ونلقاوها عند الشباب نتاعنا الحقيقه، وعند كل الوزارات المديرين العامين اللي نعيطوا له ويقول يا ولدي الوقت ضاغط ومش معقول وفين ماشيين، ولكن حتى حد ما قال لا، والناس الكل قالت ايه، وخاصه سليم السنهاجي لو ميتيرانسان قال ايه. وتو تشوفوا سيريموني دوفرتور اللي نعملوها وسيريموني دو كلوتور اللي نعملوها، وديما في تونس سبق الخير ما نلقاو كان الخير وقدرة ربي ننجح. الدورة ناجحة بكل المقاييس على خاطر الظروف النجاح الكل قاعدين نوفروا فيها، ولكن مع بعضنا اليد في اليد. الرهان صعيب، احنا بطبيعة الحال ايجابيين نحاولوا باش نسهلوا، ولكن في داخلنا نؤمنوا وأن المسؤولية ثقيلة وأن العمل جبار مازلنا يلزمنا نقوموا به، وإن شاء الله ربي يوفقنا كل مع بعض. مد يدها لإنجاح هذه التظاهرة تونس الناجحة، ولا بد تكون ناجحة أكثر. لكن الدولة وحدها مش تدفع؟ لا مش الدولة وحدها، احنا اللجنة الأولمبية موجودة، لكن موجودة وتدفع كذلك. المستشارين يدفعوا، وحمل الجماعة ريش، وبقدرة ربي تونس تنجح.